السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم الكيك ديال البسكويت. عندي نص زلافه ديال الزنجلان، نص طحنتو ونص ما طحنتوش. عندي خمسه الخمارات ديال الحلوى، عندي زلافه ديال الزبده مذوبه، كاس معمر تاع الزهر، عندي واحد الزلافه ديال الزيت، عندي 4 معالق ديال النافع وحبات حلاوه مخلطين، عندي شويه تاع الملح، واحد الفانيا، وعندي وحده ديال سكر زهره البرتقال، عندي واحد الزلافه ديال سنيده و2 كيلو تاع الدقيق تاع الحلوى. دابا نبداو نخلطوا النواشف. غنضيف سنيده، غنضيف النافع وحبات حلاوه، غنضيف قبصه ديال الملح على حسب الذوق، غنضيف الجنجلان، غنضيف الخضارات 5 100 غرام، دابا نخلطوا النواشف بمعلقه. نبدا نضيف الزيت، غنضيف الزبده، دابا غنرمل العجينه بحال هكذا، نخلط الدقيق مع الزيت والزبده. معكم دابا بعد ما رملت في الدقيق الزيت والزبده كي ولا. عندي دابا واحد الكاس معمر تاع الزهر هو غنضيفو. غنعطيكم دابا شحال غيدي مني ديال الماء، درت فيه طيبتو شويه تا سخن ليا البول الحامض. شحال تاع الكاس غنضيف واحد الكاس عامر مع الماء الزهر، نعجنهم ونشوف واش غادي خصني باقي الماء. عندو الماكينه يدوزها فيه، انا ما عنديش عجين داكشي علاش عجنتها مزيان. الطاوله ديال فهاد القهوه ما هو ما خصهاش تكون رطبه بزاف، كتجي قاصحه شويه. غنهرس جوج بيض، واحد غندهن الطاوه ديالي بالزيت باش ما تلصقش ليا الكعك ديالي، حيتاش غندهنو بالبيض من الفوق. وبالنسبه لطريقه التشكال غنبقاو نحربنو شويه تاع العجينه وغنجمعوها بحال هكذا في الجناب، وغنبقاو نشرطوها بحال هكذا من الجناب الموس.
غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي العجينه ديالي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. وبالنسبه للتزيين ديالها من فوق ندهنوها بهذا البيض والنسكافيه، وغنبقى ندير الزنجلان عليها من الفوق بصبعي باش يلصقش ما يطيحش. وانا دابا رجعت معكم الشكل النهائي ديالها. هو درت انا جوج شكال، درت هذا ما شرطوش بالموس، ودرت هذا الشكل كيعطي الكميه اللي كتيره بزاف. انا عمر ليها التبصيل وواحد التبصيل اخر، وكيجي واعر ولذيذ بزاف، كيجي هشيش كما كتشوفوا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوناش بلي لايك والبارطاج، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.